للاسف 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 انه لازم صغر راسي لفوت الفستان. لحظه كاني لابسته بالغلط. ما خليت فستان يعتب علي. الوان قصير طويل صيفي شتوي كله جبته، رح نجربهم كلهم بهذا الفيديو. صراحه في 4 فساتين ما جربتها. من قبل اشتريت من موقع صيني وعجبني، بس هي المره حابه اني جبت كل شيء في فساتين طلعت قدامي حتى نجربهم كلهم ونقيمهم كلهم. بما انه كتير في فساتين اشتركوا بالقناه لنبلش الفيديو. كنت محتاره اي فستان لازم اجرب اول شيء، واخترت هذا كتير مفتوح من هون، يعني هو مفتوح لهون، بعتقد بده خياطه او يلي بشي تحته، بس الفستان كله هيك. فستان جاي فيه زمة على الخصر وفي حركة هون كتير حلوة. هو هيك قطعتين، بس مشكلته انه فتحته كتير كبيرة ومقاسه كتير كبير. إلا حتى اقدر البس هذا الفستان واللي هو لازم يكون فستان سهرة لازم اعدل عليه كتير اشياء، ولكن جودته كتير كويسة، ما بخايل وكتير مريح وناعم على الجسم. هي شغلات كتير مهمة تكون بالفستان. من موقع صيني ما كنت متوقع يجي هيك قطعة، وما فيني انكر انه في لمعة كتير حلوة على الضوء. ولو انه الفتحة مو كتير كبيرة وضليت رافعة ايدي طول الوقت وماسكته كنت حاعطيه 8 من 10، بس هلا حاعطيه 6 من 10. اوكي اللي بعده. الفستان يلي بعده بجنن، حاسة حالي اميرة، واللون الزهري هيك عن كتير انوثي. ترى لحظة كأني لابسته بالغلط. حقاتي حاسة رح انزع الفستان. فستان صاير قماشته كتير حلوة على الجسم، مريحة وناعمة، وحتى هدول الجودة كتير عالية. شايفين؟ مو مبين عليه ابدا انه فستان من موقع صيني. يعني انا ما بتخيل انه اذا شفت بنت لابسه هذا الفستان وقول غير انه هذا حقه يمكن شي 70 يورو. كتير شيك وكتير حلو. الفستان عجبني كتير، واللون الزهري انا ما عندي فساتين زهري، هذا الفستان اكيد رح خليه واكيد رح البسه. ثمنه بخايل، شي ما كنت متوقعته ابدا. هاد خرج يكون الواحد عنده عيد ميلاد او خطبه او هيك شي. جودته كويسه، اللون بجنن، والسعر ولا ارخص. كتير عجبني هذا، بقيمه عن جد 10 من 10، مع انه لازم كفي الفيديو بس ماني حابه اشلح الفستان. اللي بعد. الفستان كان كتير ضيق، حسيت انه لازم صغر راسي لفوت الفستان وانتزع كل شعري اصلا، بس ما رح اكذب لانه الفستان كتير حلو. الفستان ضيق على قد الجسم اوكي، بس في حركه هون زمي هيك من فوق لتحت. قماشة الفستان وجودي صدقا ولا اروع، جاي مثل هيك الفرو الناعم. هذا الفستان كمان في قبة، وهي الزمية اللي على جنب واصلة لهون، فبتحسوا الفستان بيجي من تحت شوي هيك. الفستان كمان كتير حلو، بس خرج شتوية لانه صوف وبيشوب. بالصيف ما ممكن تتحملي انك تلبسي هيك شيء، خاصة ساعات طويلة، اذا حفلة، اذا عم تاكلي مثلا حيداقك كتير. كمان هو ضيق شوي، بس باختصار هاد بعطي اكيد 10 من 10، يمكن 11 من 10، حتى احلى من الزهر. هلا يلي بعده. في فستانين رح جربهم على السريع لانه ما عجبوني، وحتى لما اشتريتهم ما عجبوني، فما بعرف ليش اشتريت. هذا اول واحد. الشيء الحلو فيه انه لابق على ستايل الشعر. اثنين انه جودته جدا كويسه وناعم كتير على الجسم، على سعره كتير ممتاز. والفستان من ورا ومن قدام نفس الشيء، يعني اذا لبستيه على السريع يعني لبستيه هيك ولبستيه هيك حيكون صح. الفستان لونه حلو هيك ابيض واسود مخطط. مشكلته الوحيده انه كمامه هيك قصيره بتضل بتطلع لفوق بتشتر يعني. بس شوفوا هي قماشته صوف ناعم، جاي هيك اوف شولدرز مثل ما شايفين. ما بعرف انا نفسي ما ممكن البس هيك شيء، بس قيمه يمكن 6 من 10. الفستان من شوي لبسته بس قررت اني اشيله من الفيديو بسبب انه الفستان كتير مو ظابط. اول شي القماشه كتير سيئه، كتير رخفه وكتير بخايل، وما حسيته ابدا مو ظابط، فشلته من الفيديو. بس بالنسبه للفستان يلي بعده لونه رصاصي، كمان ما بخايل، وكمان كتير قماشته كويس خفيفه. بعتقد هاد الشي فيك تلبسيه بالصيف وبالشتاء. الفستان جاي في زمي من هون ومن هون، كتير حلوة كتير شيك، ومن هون في هيك طعجات، بحس حتى لو اكلتي ما حيبين انك اكلتي بسبب هدول طعجات الفستان. بس اللي عملت هذا الفستان هي بنت. بس قماشة هذا الفستان من الفساتين يلي اذا عرقتي حيبين، فممكن لازم تتداركي هذا الشيء. هو فستان مو فستان يومي، ولكن فستان كمان مناسبة. بعطيه 9 من 10. صراحة كتير حلو الفستان. الفستان الاخير هلا كتير متحمسة له، جرب نعمله هيك.
للأسف 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 الفستان بخايل كتير وكتير كبير. هذا أكتر فستان كنت متحمسة له، لهيك تركته للأخير. صراحة في 4 فساتين ما جربتها، ممكن أعمل جزء تاني. إذا بتحبوني أعمل جزء تاني اكتبوا لي تحت بالتعليقات. شايفين هي كتير حلوة وجودتها كتير عالية. اللؤلؤات اللي عليها جدا حلوين وجدا شيك. شايفين قد ايه كبير ومع كل عيوبه كتير عاجبني، كتير حزنانة عليه. ما بقدر اعطيه 10 من 10، بس هذا يمكن ما بيستاهل عن جد اكتر من 7. لأنه إذا الفستان بخايل يعني ما في شي الفستان. وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. شكرا كتير لأنكم شفتوا الفيديو للأخير. لا تنسوا تبتسموا اليوم. باي باي.